اكتملت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا المغرب 2025، وشهدت مواجهات قوية ومنافسة عالية بين كبار القارة، أسفرت عن نتائج حاسمة رسمت ملامح المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في نسخة تواصل فيها البطولة تقديم مستويات فنية مميزة. في المباراة الأولى نجح منتخب السنغال في تحقيق فوز ثمين على منتخب مالي بهدف دون رد، في لقاء اتسم بالندية والانضباط التكتيكي، حيث حسمت التفاصيل الصغيرة المواجهة لصالح أسود التيرانجا. وفي ثاني مباريات ربع النهائي أكد المنتخب المغربي جاهزيته للمنافسة على اللقب بعدما تفوق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في مباراة سيطر فيها أصحاب الأرض على مجريات اللعب مستفيدين من الدعم الجماهيري الكبير. أما المواجهة الثالثة فشهدت تفوق منتخب نيجيريا على منتخب الجزائر في لقاء قوي ومفتوح عكس الصراع التاريخي بين المنتخبين، ونجح فيه النسور الخضر في حسم بطاقة العبور بفضل فعاليتهم الهجومية. واختتمت مباريات الدور ربع النهائي بفوز المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار في مواجهة مثيرة وحافلة بالصراع البدني والتكتيكي، ليواصل الفراعنة حضورهم القوي في الأدوار الحاسمة من البطولة. وبهذا تختتم مواجهات ربع النهائي إذانا بانطلاق الدور نصف النهائي في بطولة تزداد إثارتها مع اقتراب الحسم، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة داخل القارة الإفريقية وخارجها.